هو الكاف اش نقول لكم، الله ياخذ فيكم الحق. اخوان بغيت نفهم واحد الحاجه، واش اللجنه الانضباطيه ديال الكاف واش تفرجت في شي نهائي اللي ما تفرجناش فيه حنايا؟ راه ما يمكنش. واصلا كاين شي عقوبات تيتحطوا بالليل، نصاص هاد الليل حتى الناس ناعسين باش تعرف راه ما كيخدم بالليل غير الغشاش والنص. لا حول ولا قوة إلا بالله. 10 أيام وحنا كنستناو الكاف ياخذ شي قرار ويعاقب المنتخب السنغالي. علاش؟ حيت شنو هو الفتنة والبلبلة في الفينال وتناولنا الكاس. هاد العقوبات اللي دارت الكاف والله العظيم لا إهانة، إهانة للجامعة وإهانة للجمهور، إهانة فهمتي داك التنظيم اللي دار. ها باش حكمات لجنة الانضباط ديال الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ترى هاد إفريقيا والله الاعلام الجزائري عنده الصح في كلامي، تيقول اول مره غادي نتيقوا باللي الكاف مختطفه من طرف شكون؟ من طرف افارقه نفسهم. المصالح هي اللي كتخدم، ما كاين حتى شي حق، ما كاين حتى شي قانون اللي كيطبق. صباح الخير عليكم. مصر والجزائر وتونس كيقولوا بان القجع حاكم الكاف، القجع هو الكاف، القجع هو الواعر. الجزائريه كيصبحوا بالقجع وكينعسوا بالقجع. ها انتم في الاخر خدينا العقوبه اكثر من السنغال. قال لك تزعزع جبل ولا طفار هي نهار على الماتش والمغاربه كاملين مساكنه يحماقوا، نهار على الماتش والمغاربه كاملين متبعين هاد القضيه هادي. الكاف كتضحك على المغرب، نهار على الماتش والكاف يجيو اعداء المغرب يقول لك المغرب شاري الكاف والمغرب شاري البطوله. لم اعد افهم اي شيء. يعني بقى لكم غير تعاقبوا الصحافه المغربيه وتعاقبوا. صدمه كبيره. بينما كنا ننتظر ان تطال العقوبات بس الاتحاد السنغالي يعني كما كيقولوا انقلب السحر على الساحر. عقوبات بالجمله. الكاف تصدر عقوبات مضحكة على السنغال وقاسية على المغرب، وبالتالي الكاف تؤكد بهذا القرار شرعنة البلطجة وشرعنة الفوضى، وبأن اللي بغى الكاس ما يلعبش، اللي بغى الكاس خصو يجيب معاه بلطجيين. الكونفدراليه الافريقيه ظلمات المغرب، عطاونا تريبل ديال العقوبه ديال الجزائر وحنا ما درنا والو. غادي نبداو بالمنتخب السنغالي، ايقاف مدرب المنتخب السنغالي باب بو. الشريف ديالي ضربني وبكى، سبقني وشكا. تعرضنا كي نقول لكم طبق علينا داك الشيء بحال السنغال، بحال اللي حنا اللي درنا كل شيء. هادشي هذا ماشي نورمال اخوان. مشات الكاف انا ما فهمتهاش. كنا كنتسناو فاش خرج عقوبات السنغال ولا خرج لنا حنا عقوبات. حكيمي ما يلعبش 2 ماتشات، سيباري 3 الماتشات ما يلعبهمش ويخلص 100 مليون، والجامعات خلص 300 مليون. حكاو الواد على قبل جميع الكورات وعلى اللي كيديروا الليزر. ما فهمتش هادشي والله، ما فهمتش فيه شي حاجه. 10 ايام وحنا كنتسناو فيكم بحال ما عرفتش غير تقولوا لينا. المهم عقوبات ديال الكاف خرجوا، غرموا الجمعيه الملكيه المغربيه 330 الف دولار. ما عرفتش علاش كنا مظلومين ولينا حنا الظالمين. وحكيمي 2 الماتشات. الكاف دابا بينات على الفساد ديالها، الحكم كيصفر على ضربات الجزاء على شكون اللي منوضه بالباله كامله. المدرب قال الفريق المنتخب السنغالي نسحبوا، نهضوا نسحبوا. يعني شحال عطيتوه صحة من المغرب. وفي الصباح كنتفاجأ بأن الحكم اللي تنزل على المنتخب المغربي أكثر من الحكم اللي تنزل على المنتخب السنغالي. ايوا كيتسمى هذه هي افريقيا. 10 ايام وحنا راضيين نستناو ياخذوا الاعتبار ديالنا ويشوفوا الصد. ما وحده وقف التنفيذ، يعني وحده ما غيلعبهاش في اي تورنوا تابع لاكاف. سيباري حكموا لي ب3 الماتشات و100 الف دولار. وبما يخص صحاب البلباله واللي يروضوا الفتنه وما عرفت شنو داروا. عظيم. هاد افريقيا عرفتي تيرانات الحمري اللي كيصلح تنظم فيه سميتو. بغيتي تنظم كاس افريقيا نظم في تيرانات الحمري. بحذافيره كما كتشوفوا الخوت معايا في الصوافه. تم الاعلان عن العقوبات المسلطه او لا من طرف الكاف في حق السنغال وفي حق المغرب. هذا الشيء ما كيدخلش للدماغ نهائيا. المغرب اللي تظلم خلال هذه المقابله وبان بانه ما كاين لا قجع لا ميزان وما كاين والو. واش هادو دابا عقوبات؟ توقيف حكيمي مباراتين مع تغريم غرامه ماليه ب 100 الف دولار وتحكيم وتوقيف السي. خرج في رسائل ستقوم الكاف عقوبات قاسيه المرت قاسي. في الاخر الماده 38 ماده 42 ماده 82 ماده 86 في الاخر شنو
خرجت الصباح. المشجعين وتعاقبوا المغرب علاش نظم احسن دوره ديال كاس افريقيا، وفي نهايه المطاف يجيو اعداء المغرب يقول لك المغرب شاري الكاف والمغرب شاري البطوله والمغرب 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 خلا على المغرب في ضمن من اكبرها تغريم 100,000 دولار للسباري وتوقيف 3 مباريات مع توقيف حكيم مباراتين مع تغريم الاتحاد المغربي 300. خصو يسرق الكاس، خصو يدير الفوضى، هكذا قالت يعني عن طريق ما يفهم في هذه العقوبات اللي حقيقه صدماتنا. مستوى ديال الكاف هو هذا، افريقيا هي هذه العقوبات ديال ناتشاو لمدة 5 مباريات في المسابقات القارية وغرامة مالية قدرها 100,000 دولار اللي هي 100 مليون مغربية بسبب السلوك اللا رياضي اللي دار في الملعب، وهذه الغرامة خاصة. سكواس عاوتاني يا اخوان، سكواس ماشي نورمال، والله ما نورمال. عييت نشوف ماشي نورمال، والله ما نورمال، ماشي نورمال. بحال اللي حنا نوضنا الريغاطا، حنا اللي واخا وداك الجمهور كي نديروا معاه، مع داك الجمهور. حنا الجمهور ديالنا دار شي حاجه. الجامعة السنغالية حكموا عليها بغرامة 915,000 دولار. اسماعيل صار وقفوه 2 الماتشات، والمدرب اللي دار ذاك الفيلم كامل 5 المقابلات ما يلعبوش. هذاك على الاقل خصو 5 سنين، حيت راه هو اللي نوض هذا الشيء كامل، هو اللي خرج اللاعبين من المباراه. يلا واحد من الجمهور السنغالي تكالك على بنادم بكرسي غيبوه هزروا الغالي ديالنا. حنا ماشي جزائريين باش كنطالبوا بان الماتش يتعاود او يعطيونا كوب دافريك، لا حاشا ولله. كنا كنستناو عاد شي قرار يكون حاسم باش اي فرقه سولت لها نفسها تعمل بحال هيدا في شي فينال تكون كيسواش هاد الشيء. شوف يعني حتى المغرب كان له نصيب الاسد في سميتو في الاحكام. المغرب يا دار فهمتي صراحة المغرب راه خصو يبقى يعلق كاع فهمتي التعليق كاع داك اي مسابقة قارية صافي ما ينظمهاش المغرب صافي. هذه امام انظار العالم، في حين كنا كنتسناو هاد العقوبات هادو 10 ايام ولا 11 يوم، وكما كتشوفوا هذه هي النتائج. فحتى المغرب حتى هو ما سلمش من العقوبات. يمكن لي نقرا عليكم 3 مباريات، وعاد زيد على ذلك الاتحاد المغربي لكرة القدم، الجامعة الملكية لكرة القدم غادي يخلص 330,000 دولار. فين هما هاد العقوبات اللي كنا كنتسناو بسحب اللقب؟ هذوك العقوبات على المنتخب السنغالي مازال للتاريخ. افريقيا اللعينه، تخيل معايا المغرب كان مظلوم ولا هو الظالم. عقوبات اللي خرجت على المنتخب المغربي كالعقوبات اللي خرجت في المنتخب السنغالي. يعني قدم اجمل نسخه، هكذا نجازه. كيفاش رفض المجلس التأديبي احتجاج الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خصوصا المادة 82 و 84؟ 200,000 دولار للاسف الشديد، بينما ان السنغال وقفوا المدرب ديالها في 5 مباريات تغريمه 100,000 دولار وتغريم الاتحاد السنغالي 630,000 دولار وتوقيف لاعبين. لا حول ولا قوة. كاف ساوات ما بين الجلاد والضحيه. تخيلوا بانها عطات 615,000 دولار للاتحاد السنغالي كغرامه فيما يخص الجمهور ديالها 300,000، يعني النص ديال 300,000 دولار للجمهور اللي كان غادي يقتل لنا حراس اللي صبيه هو بوح ايقاف اللاعب السنغالي إليمان شيخ باروين داي واسماعيل صار لمباراتين رسميتين. شنو هو سبب التوقيف؟ هو السلوك اللا رياضي تجاه الحكم وغرامه ماليه قدرها. رون شي حاجه، هرش شي حاجه، رد على السنغال ملي كانوا يتنافسوا. انا كنشوف داكشي ما كانش في بلاصتو. سكواس عاوتاني كان شي حاجه حنا نمشيو نلعبوا على برا، راه ما يمكنش، راه ما عندنا ما نديرو. حنا في هذه القاره راه ما عندنا ما نديرو، ما عندناش شي حل واحد اخر. تصور هادشي كامل والعقوبه فهمتي والكاف حتى هو تحكم عليه. شوف حكموا على السنغال ب 615,000 دولار غرامات على الاتحاد السوري. خوت هذا الشيء وانتم تقولوا لنا الراي ديالكم. لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي لكره القدم تعلن قراراتها بشان احداث نهائي البطوله بين السنغال والمغرب. ايقاف باب بونانتياو 5 مقابلات هو المدرب. باش تعرف هما جاو خاورونا داو لنا كاس من بلادنا فهمتيني، وشوهدنا غتبقى للتاريخ.
ودي على القجع يا ودي، قال لك حاكم الكاف. الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي. السلام عليكم. 300,000 دولار اللي هي 300 مليون سنتيم مغربية للاتحاد السنغالي. علاش؟ بسبب تصرفات جماهيره الغير مناسبة وغرامة مالية إضافية قدرها